المفروض النهارده كنت ناوي اكلمكم على ان المستثمرين في الدولار لازم يبتدوا يخرجوا ويستثمروا في اليورو بدل. ممكن اعمل لكم الفيديو ده بكره ولا حاجه ان شاء الله. بس وانا بكتب السكريبت وبلم الداتا قعدت افكر شويه، هو ليه دايما احنا بنستنى ترامب ياخد قرار، الاتحاد الاوروبي ياخد قرار، ونشوف القرارات دي هتاثر علينا في ايه، ونبتدي على طول بعد كده نشوف هنعدل وضعنا ازاي؟ هو امتى هنفضل مفعول بينا كده؟ اول ما بنتكلم على تغيير في اي سياسات عالميه، السؤال الاول اللي بيبقى عندك وعند الجميع، ده هيأثر علينا في ايه؟ طب امتى احنا نقول احنا هنأثر على العالم في ايه؟ وليه ده ما بيحصلش؟ فبعد القليل من التفكير على مستويات مختلفة وصلت للآتي: احنا بدلنا وغيرنا تقريبا كل حاجة في ديننا، ولسه مش عارفين ليه الفشل والتخاذل والفقر ساكن معانا. وانا بتكلم على الجميع ولا استثني احدا، وانا اولكم. حكومات وشعوب، سياسيين ومشايخ، اصحاب شركات وموظفين، وحتى اصحاب التيارات الدينيه الكتيره جدا جدا حوالينا. يعني اغلبنا الا من رحم ربي الصلوات الخمسه بالنسبه له جهاد في حد ذاتها، وبرضه لسه مش عارفين نجاوب على الاجابه بتاعه هو ايه اللي اتغير علشان بقينا بالشكل ده. الاجابه جت من شيخ الازهر دكتور احمد الطيب اثناء قصف جبهه رئيس جامعه القاهره الدكتور الخشت في مؤتمر الازهر العالمي لتجديد الفكر الاسلامي. الكلام ده كان من 5 سنين تقريبا. قال الاتي: ناكل كما ياكل الاوروبيون بالشوكه بالشمال، بنستخدم العربيات والاختراعات الاوروبيه والغربيه. علمنا اللي بنقدمه في الجامعات علم اوروبي اصلا مش العلم بتاعنا، وطبعا بسبب ان احنا اخفقنا في النهضه العلميه المطلوبه. حتى سياستنا بتتبع النمط الغربي الاوروبي، وما فضلناش حاجه من تطبيق الاسلام الصحيح الا الجواز والطلاق والمواريث. من وجهه نظري احنا عدينا بمجموعه من المراحل علشان نوصل للمرحله اللي احنا فيها دي. على مستوى الامه اتحولنا من امه اسلاميه الى امه عربيه، وبعدين من امه عربيه لدول عربيه متحالفه، ومن دول عربيه متحالفه الى دول عربيه متناحره. اما على مستوى الافراد اتحولنا من شعب واحد الاصل فيه ان هو شعب مسلم الى شعوب مسلمه، ومن شعوب مسلمه الى شعوب قطريه يعني ملتزمه بحدود قطر جغرافي، ومن شعوب قطريه لتقسيم داخل كل قطر او كل دوله حسب الاعراق. زي مثلا انا اسكندراني وانت صعيدي، انا من الرياض وانت طاشبح، انا من الكويت وانت بدون، وهكذا. وبعد كده وصل التقسيم لمرحله عبثيه، انت اهلاوي وانا زملكاوي. لا واللي يغيظ بقى اللي يقول لك انا برشلوني وانت مش عارف ايه، اللي هو حتى الانديه كمان بقينا بننتسب الى انديه مش بتاعتنا. هل بقى انت متخيل ان احنا بعد ما وصلنا لهذه المرحله لسه بقى ربنا معانا ومنصورين وبيحبنا والكلام ده؟ لسه احنا صح؟ يبقى طبيعي ان احنا لما نشوف اطفال بتتقتل بصواريخ الكيان وامهات حوامل مش لاقيه تاكل نعمل نفسنا مش واخدين بالنا، ولكن الموضوع موضوعنا. طبيعي انك تلاقي بعض الناس بيقولوا المقاومه هي اللي جابت كل ده على اهلهم، مع ان المقاومه ده مش بس حق مشروع، ده واجب ديني. ومحدش فكر في يوم واحنا بنحتفل بجلاء الانجليز او تامين قناه السويس ان دي كانت مقاومتنا، وان احنا كمان دفعنا ارواحنا في مقاومه المحتل. بصوا من الاخر كده يا جماعه، في وعد واضح من ربنا لينا في سوره النور: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. شفت الوعد؟ شفت الشرط؟ يبقى ما نقولش بقى ربنا يوعدنا ونقول ربنا يقوينا على الالتزام بالشرط. طبعا انا متخيل ان في ناس هتيجي تقول لي ما احنا بالفعل بنقيم دين ربنا وبنصلي وبنصوم وبنزكي وبنعمل كل اللي مطلوب مننا، بس هو ده مش كل الدين يا جماعه. الدين اساسه ان انت تستخلف في الارض، ان انت تامر بالعدل، ان انت تجيب للمظلوم حقه، وان انت تبقى صاحب العلم، صاحب الاختراعات، وانت اللي تصدر للعالم كلها ثقافتك وعلمك. احنا حتى الان مش قادرين نصنع كاوتش سياره. لا احدثك عن السيارات، لا احدثك عن الاسلحه. وده اللي كنا وصلنا له في مرحله من المراحل اسمها العصر الذهبي. وفي كتاب لطيف جدا اسمه لوست هيستوري او التاريخ الضائع لمايكل مورجان على ما اتذكر، هسيبه لكم في التعليقات وهسيب لكم صورته هنا. الكتاب ده بيتكلم على تدهور الأمة الإسلامية من بعد ما كانت هي الأمة الأقوى والأهم في العالم، وقد ايه الأمة الإسلامية دي هي اللي كانت حلقة الوصل ما بين تخلف الأوروبيين في عهد الظلمات بتاعهم، وقد ايه إن إحنا اللي ترجمنا كتب القديمة للكتب العربية، وإن العالم كله كان بيتعلم اللغة العربية علشان يتعلم العلم. وبعد كده هيبتدي يوصف لك التدهور اللي حصلت له الأمة الإسلامية لحد ما وصلت لحد دلوقتي. الراجل طبعا لا مسلم ولا عربي، وكان الكتاب مهم جدا جدا.
جدا عشان تعرف احنا كنا فين والمفروض ان احنا نبقى ايه. لان للاسف هي دي الحته اللي بتلعب عليها جماعات كتيره، بتحاول تلعب في دماغ الناس ان احنا لازم نحرق العالم كله علشان نقيم دين ربنا، مع ان ربنا ما قالكش تعمل كده. بس في نفس الوقت ربنا ما قالكش تعيش في حاله التخلف والخذلان وان انت تبقى تابع للغرب او تابع لاي حد. انت المفروض انت اللي تقيم الدوله الحقيقيه اللي بتحافظ على الجميع، اللي المسيحي فيها عايز يفضل مسيحي براحته وانت مأمور ان انت تحميه مش تأذيه، وفي نفس الوقت انت مأمور ان انت تمشي في الارض وتكتشف العلوم وتبتدي تبقى انت المستخلف في الارض. وقتها بقى لا ترامب ياخد قرار في تعريفات جمركيه هيفرق معاك، ولا الكام نقطه اساس اللي عايزين يقللوهم ولا عايزين يزودوهم في الاتحاد الاوروبي هيهزوك.